السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا ريت يا جماعة بس قبل ما ابدأ الفيديو كده معاكم، يا ريت نتفاعل شوية في القناة، ما فيهاش اي تفاعل. يا ريت بس تشتركوا معايا كده يعني اللي يتفرج على الفيديو فضلا وليس امرا، بس يعني يضغط على علامة اللايك ويشترك معايا في القناة. يلا نبدأ مع بعض الفيديو بتاع النهاردة. احنا هنا هنعمل بوريك بالجبنة بطريقة الأفران والمحلات. هنا معايا 3 كوبايات من الدقيق، زي ما انتم شايفين كده حطيت معلقتين من السكر. هنا رشة ملح. تمام. طريقته سهلة خالص يا بنات وبسيطة، وهتعمليها حلوة قوي من أول مرة. هنا 3 كوبايات 3 معالق كبار من لبن النيدو. هنا كيس خميرة فورية. تمام. هنا طبعا الدقيق بتاعنا جميع الأغراض. هنقلب المكونات الجافة بقى كلها كده مع بعض، نقلبهم كويس طبعا. تمام. بس كده. وهنزل بقى هنا معايا زبدية، هنا نص زبدية. تمام. دي نص زبدية بنات، مش زبدية كاملة. وهنا معايا ربع كوباية من الزيت. تمام. وهنا دي صلصة ما تستغربوش ان انا ايه يعني حاطة على الخلطة بتاعتي النهاردة صلصة. دي ما بتفرقش خالص في الطعم، خلي بالكم. هي بس بتدي اللون، لون البوريك بس اللي هو المحمر شوية ده. بس ما يعني هتشوفوا دلوقتي في العجين، ما بت... على فكرة يعني الطعم مش بيختلف خالص. تمام. هنا طبعا المية دافية معايا. ماشي. زي ما انتم شايفين كده، هنبدأ بقى نعجن كده مع بعض. تمام. هنا بقى انا اهي بعد ما عجنتها، بصوا اللون بقى بتاعها بقى عامل ازاي، تلاقوها محمرة كده شوية. طبعا بنسيبها تخمر احنا هنا قصدي الاول بنعجنها 10 دقايق بايدينا. لو في عجانة هنعجنها 5 دقايق في العجانة. تمام. طبعا بنسيبها تختمر مثلا بتاع ساعة، احنا في الجو الساقع ده دلوقتي يعني هي ساعة كويسة. تمام. هنا دلوقتي اهي، بصوا العجينة مش بتلزق. تمام. بس هنا بقى بعد ما خمرت، تمام، هنا اهو هبدأ بقى افردها كده بايدي، وبعد كده هفردها بالنشابة. طبعا بصوا الدقيق ما يكونش كتير علشان برضو ما تتحرقش مننا من تحت. تمام. هنفرد كده على الدقيق، وبعد كده هنفردها بالنشابة. تمام. السمك بتاعها بقى ولا يكون يعني تخين قوي ولا يكون رفيع قوي. تمام. هنا لسه طبعا هفردها كمان، يعني افردها زي ما قلت لكم، السمك ولا تخين قوي ولا رفيع قوي. بصوا هنا كده انا فردتها، بصوا السمك عامل ازاي، شايفين؟ تمام. هنا بقى عندك قطاعة، عندك كوباية صغيرة، يعني اي حاجة. انا هنا عندي معايا هنا كاس، عشان مش معايا قطاعة، فمعايا كاس هنا الحجم بتاعه حلو، ولا كبير قوي ولا صغير قوي. تمام. فهبدأ بقى هنا ايه، هقطع بيه. عايزة اقول لكم ال3 كوبايات ما شاء الله عملوا لي 64 قطعة بوريك. تمام. فطبعا كمية حلوة جدا. تمام. ومش مكلفة خالص يعني. انتوا لو شفتوها، الدقيق متوفر عندنا طبعا في البيت. تمام. الصلصة متوفرة عندنا في البيت، كل حاجته متوفرة عندنا في البيت. وجبنة، اي نوع جبنة انتي حابة تحطيه فيها حطيه. لو حابة تعمليه حلو يبقى هنشيل معلقة الصلصة، مش هنحط صلصة لو انتي حابة تعمليه حلو. تمام. بس وطبعا العجينة دي طبعا مش هتترمى، لا، هنستخدمها تاني برضو، هنقطع. يعني دي هنعجنها كده ونسيبها ترتاح شوية عقبال ما نعمل دول. بس وطريقته سهلة جدا، وحتى في فرده وحشوته سهلة جدا. هنا انا عندي جبنة، طبعا اي نوع جبنة انتي تفضليه او تحبيه، جبنة تركي، جبنة بيضة، جبنة مثلثات، ايا كان نوع الجبنة، جبنة موتزاريلا اللي تحبيه. هنا انا استخدمت جبنة رودس بطعم الزيتون. تمام. هنا بصي بتفرديها كده زي ما انتم شايفين كده، وهنبدأ نحط حتة بقى جواها، وهبدأ اقفل كأنك بتقفلي قطايف.
شفتوا القطايف احنا بنقفلوها ازاي؟ بس كده اهو، بس كده، سهلة جدا وبسيطة وما فيهاش اي حاجة. بس خلاص، هنا عملتي بقى معاكي كده ايه، زي ما شفتوا كده. هعمل بقى كل الكمية بنفس الطريقة وهرجع اوريها لكم. طبعا هنا صينية متبطنة وهبدأ بقى ارص فيها. هنا الكمية ما شاء الله طلعت معايا صينيتين ونص. تمام، شايفين ما شاء الله كمية حلوة. هنا بقى انا ما كانش عندي حبة البركة. انتي لو حابة يعني طبعا هنا انتي بتسقي الوش. لو انتي حابة تسقيه بالبيض بتعمليه بالبيض، لكن انا هنا بصراحة عملته بالنسكافيه باللبن. حطيت معلقة نسكافيه في لبن ودوبتها، بعد كده يعني ايه مسحت الوش بيه. تمام. ما كانش عندي هنا حبة البركة، فعملته سادة كده. لو انتي عندك حبة البركة حطي، لو انتي مش حابة برضو خلاص براحتك ما تحطيش. بصوا هش جدا وطري. بصوا حتى من جوه ما شاء الله مستوي ازاي، وشكله كان وطعمه تحفة. يا ريت تشتركوا معايا في القناة وتضغطوا على اللايك عشان يوصلكوا